لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. سلام حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات مع احلام. ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وعلى الف خير. حبيباتي بغيت نشارك معكم اليوم، عندي طلبيه راح نوري لكم الطريقه كيفاش نخدم انايا، ويعني كيفاش نرتب الوقت تاعي وكيفاش يعني نفوتها باش تكوني في وقت قصير ومن ما يتخلطوش عليا، سيرتو البنات اللي بادين يعني اول مره في هذا المجال. الحاجه الاولى البنات، انا كتبت واش كان عندي، يعني تكتبي لا كوموند اللي عندك، طلبيه تاع الزبونه ولا الزبون اللي يكون عندك. كيما انايا عندي طلبيه تاع مشوك وكاطو تاع الليم. بون كتبت الكاطو تاع الليم شي فيه مكونات، كتبت الكاطو تاع المشوك شي فيه مكونات، وكتبتهم كامل في ورقه ورحت شريت. انا واش شريت؟ عندي هنايا زبده، شريت 250 للمشوك، 250 تاع الليم، و نحتاج 125 غرام لا كريم او بور. فوالا تبقى لي 125 غرام. فوالا هنايا شريت قابسه مينا اللي راح نديرها للديكور. عندي هنايا علبه تاع حسل. عندي هنايا شريت 20 ميل، يعني 20,000 كاوكاو. شريت هذا الابيض باش يساعدني بزاف كي نقليه ما نضليش نقلع في القشور تاعه. عندي هنايا علبه من المايزينا. عندي شريت 2 علب من السكر غلاس، يعني وبيان سور كل وحده تشري حسب الطلبيه اللي تكون عندها. عندي هنايا علبه فلون بذوق النواره. عندي لي سوريس، وعندي هذا لاباط تاع لي فروي بذوق الليمون، يعني هذا بزاف شباب يهبل يعني بنين بزاف. انا كان عندي تاع الفريز وكان عندي تاع السوريس. بون البنات هذا ضفته من عندي موش داخل في الطلبيه. وعندي هنايا اللوز للمشوك. وعندي هنايا كنت خدمت هادو تاع الليمون، هادو الليمونات الصغار. بون هادو يتباعوا، تبغوا تشروهم تبغوا تصنعوهم في الدار. الان البنات كيفاش تخدمي لا كوموند تاعك، باش يعني سورتو اللي يكونوا في الدار وعندهم دراري ولا خدامات وعندهم دراري. انا كي نكمل كامل صوالحي يكون عندي الوقت في الليل، يعني يكون عندي الوقت بزاف لارجومون دو طون في الليل. فنوجد صوالحي قبل نقلي الكاوكاو ونخمل الليل، نغسل ماعيني تاع العشاء، نخمل الكوزينه كامل باش علاش نبدا نخدم فيهم. نبدا نخدم في الصابلي نطيبهم كامل. كيما اليوم راش عندي حاجه كثيره، يعني الصابلي تاع الليل فيت في يطيب، مشوك فيت في يطيب، سما نطيب كامل الصابلي وغدوه من ذاك نخدم الديكوراسيون في نفس الوقت، يعني كيكون عندي. سما دائما الطلبيه تاعك حاولي انك تخدميها يومين قبل، يعني باش تكون واجده في الوقت. يعني اذا كانت عندك مثلا بنهار السبت خدميها بنهار الخميس ولا الاربعاء، باه السبت تكون في لي بواط تاعها. نروحوا الان حبيباتي مباشره نخدموا الصابلي تاعنا. قبل ما نبدا الصابلي ندير الكاوكاو يتبدا. هنا دائما ما نحمصوش بزاف الكاوكاو لانه راح يزيد يطيب مع المشوك. ودوكا نروحو بو لاباط تاع الصابلي. هاد لاباط تاع الصابلي فريمون سي اون بات، يعني ما عندي ما نقول فيها، تجي تذوب في الفم، يعني واحد لاباط يا البنات تحافظ على الشكل تاعها، ما تشققش، تجي بيضاء، يعني غير جربوها ما راحش ندموا عليها. هنايا كنت نخلط البنات حتى من بعد كينا، يعني شفت اني راني نخلط بلا ما ندير الزبده. بون راح نعطيكم المقادير، ما تركزوش مع الغيسيبيون، ركزوا برك مع المقادير. عندنا هنايا نجيبوا الغيسيبيون تاعنا نديروا فيه 250 غرام تاع زبده، تكون بدرجة حرارة المطبخ. من بعد راح نضيف لها رشة تاع الملح، 3 صفار تاع البيض، راح نديرو كذلك 3 ملاعق سكر ناعم، كيس فلون نواره بذوق الليمون ولا ذوق الفانيليا. نخلطوهم مليح 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 مليح. نضيفو ملعقه كبيره من لافاني، ونضيفو لهم 4 ملاعق من النشا اللي هي المايزينا. نخلطوا هذو المكونات كاملين كيما راكم تشوفوا مليح بالباتور. تقدروا تستغناو على الباتور، لكن الفوي راح تدي لكم وقت كبير باش يذوبوا شويه هذوك حبات تاع الفلون. فوالا نخلطوهم كيما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على كريمه. من بعد نبداو نضيفوا في الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. كي نضيفوا الفرينه هنايا بيان سور ما راحش نعجنوا لاباط تاعنا، راح نلموها فقط، وراح نضيفوا لها نصف كيس خميره حلويات ونبقى نجمع فيها. ونقطه فقط البنات كنت نسيتها، يعني اللي يكونوا مبتدئات نقول لك حبيبتي ديري في لاباط تاعك 2 صفار تاع البيض فقط مع حبه بيض كامله هكا باش ما يتفتتش. من بعد البنات شفتوا القوام تاع العجينه تاعنا، خليناها ترتاح باش عادش نبداو نخدموا بها. هنا جبت لي 2 مول اللي راح نخدم بهم، راح نخدم بهذا تاع الليم وهذا تاع الدمعه.
جبت الكيس بلاستيكي كذلك انا يساعدني بزاف في الخدمه، يخلي لنا لاباط تاعنا ليس، ما نعرقوهاش بزاف بيدينا، ما طلقش هذاك الزيت تاعها، وما ما نبداوش نضيفوا لها في الفرينه باش ما تيبسناش. فوالا الكيس بلاستيكي صدقوني البنات يساعد بالبزاف في الخدمه. هنا لي بيسور ما راحش نرقوهم بزاف او ميم طون ما راحش نغلظوهم. شوفوا لاباط يعني قربتها لكم باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. وهنايا طبحت، شوفوا كيفاش لي بيسور درتهم في لو بلاطو ونخليهم يطيبوا على راحتهم، يعني ما نسبقش بزاف على الصابلي، ما نطيباش على نار تكون قويه، نخليه يطيب على راحته باش يدي هذيك القرمشه او ميم طون ما ينحرقليش ويجي بزاف هشيش. شوفوا كيفاش دا هذاك اللون الذهبي. انا شعلت له فقط من التحت، تبغي انت تشعلي لها شويه من الفوق باش ينشف، هذيك تبقى عندك نتيا. من بعد البنات خدمت لاباط تاعي، كملتها طبعتها وطيبت كامل لي دو موديل. هنا خدمت كريمة الزبدة، درت مغرف تاع زبدة ودرت ربعة تاع سكر غلاس، مغرف تاع شونتيي، طلعتهم مليح بالباتور. من بعد ضفت لهم عطر الليمون او ميم طون كولورون اصفر هكا باش تعطيني هذيك لا كولور تاع الليم. درت هذيك لا كريم او بير في اون بوش ادوي، ودرت ميم هذاك لا بات فروي تاع الليم في اون اوتر بوش ادوي، وبديت نخدم بهذه الطريقه راهي باينه. شوفوا يا البنات جا فريمون توب دي توب. اللي خدمت لها هذا الكاطو قالت لي سيلفو بلي احلام ديري لنا لا روسيت في لاشين باسكو فريمون عجبني بالبزاف. فالبنات هنايا هذا وين لحقت يعني باش نخدم المونتاج لهذا الفيديو. ان شاء الله فقط يكونوا اوفياء، يعني عندي شحال ما حطيش لي فيديو، ان شاء الله فقط المشتركات تاعي القدام يكونوا اوفياء للقناه ويبقاو يشوفوا كذلك هذه الوصفات، ونعاودوا نبداو ان شاء الله كامل من جديد. بيان سور كي نديروا لا كريم او بور راح نبدا نقلعوا هذوك الزوائد باش تجي الحبه تاعنا بيان فيني. نخلوها تبرد مليح في الفريجيدير هكا باش من بعد كي نديروا الكلاصاج يكون ديجا ناشف. الشكل الثاني كذلك البنات تاع الليم درتها بهذه الطريقه فقط في الموتيف، يعني في الديكور من الفوق راح يكون مختلف، اما لا بات ولا لوغو راح يكون كيف باسكو هي طلبت موديل واحد تاع الليم. لا كريم كي نزيدوا لها لا كريم او بور كي نزيدوا لها لا كريم شونتيي يعني تجي بزاف خفيفه وما تجيش هذيك لا كريم اللي تقهم وتجي ثقيله، يعني تساعدك بالبزاف في الخدمه. بهذه الطريقه حبيباتي كنت كملت كامل الكاطو تاعي وخليته يبرد مليح ورحت نخدم في الدوزيام موديل. اول حاجه اللي بديت بها هي الكاوكاو. بعد ما كنت حمصته ودا هذاك اللون الذهبي خليتها برد مليح. من بعد كينا طحنتها بلا شواغ، نص طحنتها شويه راكم عارفين الكاطو تاع الكاوكاو تاع المشوك، ونص درته بودر. هذاك البودر راح نديره في لاباط. شوفوا البنات انا يعني نتحدى اي وحده جربت المشوك تاعي وما جاهاش طري وما جاهاش معسل وما جاهاش شباب، يعني المشوق تاعي يجي بزاف شباب، والله ماشي راني نشكر فيه ولا والله العظيم يجي توب جو توب. بون لا روسيت تاعي اللي نخدمها بيها ويعني المعتمده عندي في المشوق هي جبت جبت القصعه الكبيره، نبغي نخدم في القصعه في المشوق باش يعني نخدم اليز. درت فيه 250 غرام تاع الزبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. راح نضيف لها نص كاس كاوكاو مرحي، يعني نطحنوه مليح تقدري ديري اللوز، تقدري ديري اي مكسرات يكونوا عندك، المهم طحنيهم مليح. راح نضيف لهم 2 صفار تاع البيض، وراح نضيف نص حبه بيض كامله، يعني نقبضوا حبه بيض كامله بها البياض والصفار نخلطوها مليح. من بعد نديروا النص تاعها. راح نديروا نص كاس سكر ناعم ونص كاس تاع المايزينا. راح نديروا مغرف كبيره من لافاني، وراح نديروا نجمعوا يعني بالفرينه ونضيفوا كيس خميره حلويات. نجمعوا لاباط تاعنا نجمعوها فقط باطراف الاصابع، ما نعجنوش، نلمو فقط حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه، يعني لاباط تاع المشوك لازم تكون طريه باش تشرب لك مليح الحسل. هذا هو المشوك تاعي اللي نخدم به. من بعد البنات هنايا خليتها يعني شكلتها وخليتها يطيب، وشوفوا ما شاء الله كيفاش جا بعد ما كنت عسلته. بون الوصفه تاع المشوك راني دايرتها راح نحطها لكم ديجا في صندوق الوصف. هنا كنت نبازي برك على لو طون كيفاش نخدم الطلبيات تاعي. هنايا البنات في لو كلاصاج درت هنايا نص يعني عبرت بنص كاس، يعني ما نسحقش بزاف الخلطه تاعنا. درت نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع مزهر، نص كاس تاع حليب، ونص كاس تاع الليم، خلطتهم كاملين درت لهم كولورون اصفر. وبعدها جبت هذاك السكر غلاس كنت ديجا مصفياته، درت له كولورون بلون وبديت نزيد في ذاك الليكيد تاعنا حتى نتحصلوا للقوام المطلوب. شوفوا القوام المطلوب تاعنا كيفاش يكون. انا ما نبغيش هذيك الخلطه اللي تكون ثقيله بزاف باسكو من بعد زيد فيه تيبس وتنشف وتيبس لك، نبغيها شويه تكون خفيفه باش يعني تبقى طريه مده طويله. ودائما السر اللي انا نديره في الطليه ندير مورف صغيره تاع لحظه راح تخليها لك مده طويله وهي محافظه على الطراوه تاعها.
من بعد بديت نكلاصي في الكاطو تاعي. نتوما لهنا على حسب لا كوموند، اذا كانت عندك لا كوموند بالشوكولا ضيفي لها شوكولا كولون تاع شوكولا جون، ولا راهي كاينه لا سافور تاع الليم خلطيها بشوكولا بلون. اذا كان عندك تاع لو كلاصاج خدمي بهذه الطريقه اللي راني نخدم فيها. هنايا كلاصو بالطريقه اللي تساعدكم نتوما، تساعدكم بالملعقه، تساعدكم ترفدوا الحبه وتغلاصوا، تساعدكم بالملعقه ترفدوا كلاصاج وحطوه فوق الحبه. يعني الطريقه اللي تساعدكم اخدموا بها، لازم برك تكون لا فينيسيون مليحه. فوالا انا بديت بهذا الشيء. ودائما نحتاجوا الكيودون باش نقلعوا هذوك لي بوطون، يعني هذوك البلايطات اللي يجوا هكا في لاباط من فوق، باش تكون من بعد كي ينشفوا راح يبانوا. هذه هي الطريقه حبيباتي اللي كنت خدمت بها، وراح نوري لكم كامل الحلوى تاعي في صحن التقديم. الى هنا حبيباتي لحقنا لنهايه الفيديو. وصفاتنا اللي نهار اليوم راهم واجدين امامكم. بون البنات انا هذا الكاطو كان رايح لفرنسا، فدرت بورت مونجي، درت لها الالومنيوم باش يعني يبقى محافظ هذاك ال يعني الحسل باش ما يخرج ليش ويبقى هكا محافظ. الاخرين درتهم في ليكيتات تاعهم. شوفوا لا فينيسيون تاعهم كيفاش جا فريمون ما شاء الله وعجبهم بالبزاف، وكامل دومونداو لا ريسيت تاعو. فاليوم راني درتها لكم حبيباتي. اذا عجبتكم وصفتنا لنا اليوم خلوا لي لايك للفيديو، اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، بارطاجوها مع كل اصدقائكم كل حبايبكم اللي تاعهم الفائده. بيان سور ما راحش نكوبي لا فيديو قبل ما نقسم لكم الصابلي كيفاش جا فريمون يذوب في الفم. شوفوا من الداخل كيفاش جا، يعني بنين واحد درجه ما تصوروهاش. وثاني كل مشوك البنات جا معسل للقلب وطري ومقرمش يعني وبنين. تهلاو في روحكم حبيباتي. لا بروشين فوا ان شاء الله افيك اي نوتر فيديو. سلام.